الفيلم لو عجبكم هنعرف من تعليقاتكم واشتراكاتكم، واكيد وقتها هننزل لكم افلام اكتر هتعجبكم. الفيلم بيحكي عن عيلة اسمها عيلة كرود، عايشين في الكهف ومستخبيين من اي حاجة في العالم ومتوقعين انها خطر. وقائد العيلة باباهم كرود بيقول لهم ان الخوف اساس الحياة، لان بسبب خوفهم هم العيلة الوحيدة اللي فاضلة من سكان الكهوف. وفي يوم بتخرج عيلة كرود من الكهف علشان يصطادوا وياكلوا، وما بيلاقوش غير بيض الطائر، وبيحاربوا عشانها حيوانات كتير، ولما بياخدوها بيقسموها على بعض وبيدخلوا كهفهم تاني. بس قابل بنت الكبيرة لكرود بتطلع فوق الصخور وبتتبع الشمس وهي بتختفي، وكرود وهو بينادي عليها بيهجم عليه قط مفترس. وقتها بتنزل له اب وبيدخلوا الكهف وبيستخبوا جواه، وكرود بيبدأ يلومها علشان طلعت فوق الصخور وبيقول لها ما تبعدش عنهم تاني. بس اب بتقوله ان كلامه غلط وحياتهم ملهاش اي معنى وهم مستخبيين، وما بترضاش تقعد جنب عيلتها وبتنام لوحدها. وبالليل بتسمع صوت بره الكهف وبتشوف نور، وبسرعة بتخرج من الكهف وبتمشي ورا الضوء لحد ما بتوصل لشعلة نار. وهي بتحاول تفهم ايه دي بتشوف وراها حيوان، وطبعا بتمسكه، وقبل ما تضربه بتكتشف انه انسان متنكر علشان الحيوانات واسمه جاي. ولما بتسأله عن شعلة الضوء بيعرفها ان دي نار هو بيولعها علشان تنور له الطريق في الضلمة. وإب بتعرف منه انه رايح لأعلى الجبل لان الارض هتتكسر والعالم اللي هم فيه هينهار، وبيقول لها تروح معاه بس هي مش بترضى. وجاي بيديها صدفة وبيقول لها تنادي عليه بيها لو احتاجته وهو هيروح لها. في الوقت ده كرود صحى من النوم وما لقاش اب، وخرج بسرعة يدور عليها، ولما وصل لها اخدها ورجعوا للعيلة وسألها عن سبب خروجها لوحدها. وقتها اب قالت له انها خرجت وشافت النار وجربت حاجات جديدة مع ولد اسمه جاي، وورت عيلتها الصدفة اللي اداها لها. بس هم اول ما شافوها معاها كسروها وقالوا لها ان اي حاجة جديدة خطر. وقتها اب اتعصبت وقالت لهم انها زهقت من حياتهم، بس بتسكت فجأة لما الارض بتتكسر، وقالت لهم ان جاي قال لها ان ده هيحصل. وبسرعة طلعت تجري من المكان هي وعيلتها، ولما وصلوا للكهف بتاعهم لقوه اتدمر. بس المفاجأة بالنسبة لهم ان وراه غابة كبيرة فيها اشجار وزهور، وإب كانت عايزة تنزل للغابة وتشوفها، لكن كرود وقفها وقال لها ان المكان ممكن يكون خطر. بس بعد ما وصل لهم القط المفترس كرود اخد عيلته ونطوا جوه الغابة وبدأ يتحرك بحذر علشان ما يواجهش مخاطر. بس فجأة ظهر له قط ملون وهاجمه هو وعيلته، وبعد ما عيلة كرود هربوا منه لقوا نفسهم جوه بق حوت، بس ربنا كرمهم وخرجوا منه. وقبل ما يفكروا هيتصرفوا ازاي الدنيا ضلمت والحيوانات كلها استخبت، حتى القط الملون سابهم وجرى. وقتها عيلة كرود شافوا طيور بتطير مع بعض وبينزلوا على حوت ومش بيسيبوه غير وهو هيكل عظمي. وهنا عيلة كرود حست بالخطر وكرود ما بقاش عارف هيعمل ايه، وخصوصا لان الطيور جاية ناحيتهم. وفي اللحظة دي اب شافت صدفة على الارض وبسرعة اخدتها ونادت بيها على جاي، وهو اول ما سمعها وشاف الطيور في السماء فهم انها في خطر، وفي ثواني وصل لها وولع النار وانقذها من الطيور. وبعدها اب عرفته على عيلتها واللي كانوا بالنسبة له سكان كهوف بدائيين، ولما شافوا معاه النار اخدوها وفضلوا يلعبوا بيها لحد ما ولعوا في نفسهم وفي الغابة كلها. بس ربنا سترها معاهم وحبت ذرة عملاقة اخدتهم في طريقها وهي بتنفجر وبعدتهم عن المكان. وقتها جاي فكر يهرب من العيلة المجنونة دي، بس اب راحت وراه ومسكته، ولما راح لها باباها قال لها تسيبه يمشي، لكن هي كانت عايزاه يفضل معاها، وعلشان كده قالت لباباها ان جاي الوحيد اللي يقدر يولع النار ويحميهم من الطيور لحد ما يلاقوا كهف. ساعتها كرود اقتنع برأيها واخد جاي حبسه في جذع شجرة علشان ما يهربش منهم تاني. بس قبل ما يتحرك اكتشف كرود ان المكان اللي كانوا فيه بينهار، وجاي قال له علشان يفضلوا عايشين لازم يروحوا لأعلى الجبل. وفعلا كرود سمع كلامه وراحوا في اتجاه الجبل. وفي الطريق العيلة ما كانش عاجبها الطريق الطويل، ومن كتر ما تعبوا كرود وقفهم علشان يصطادوا وياكلوا وما جابوش غير عقرب وزعوا على بعض. وقتها جاي مرضاش ياكل معاهم وقال لإب تخرجوا من جذع الشجرة وهو هيعلمها الصيد ويجيب لها أكل. وفعلا إب خرجته وجاي أخدها وراح عمل فخ يصطاد بيه طائر، وبعدها عمل مجسم طائر من أوراق الشجر واستدرج بيه الطائر. بس ساعتها الحلوين جت عيونهم في عيون بعض ونسوا الطائر لدرجة إنه شافهم وبدأ يهاجمهم، ولما لقى كرود قدامه كان هياكله، بس ربنا كرمه والطائر وقع في الفخ على آخر لحظة. وجاي سوالهم الطائر وكان مستغرب من طريقة أكلهم، وإب قالت له إنهم عمرهم ما أكلوا طائر قبل كده وعمر ما كان عندهم أكل زيادة. وبعدها جاي سمع كرود وهو بيحكي لعيلته قصة مأساوية كرهتهم في أي حاجة حلوة في الدنيا، وساعتها جمع العيلة وحكى لهم قصة فيها أمل علشان يقدروا يكملوا طريقهم ويحبوا الحياة. وطبعا كرود ما كانش طايقه. وتاني يوم بدأت عيلة كرود تكمل رحلتها للجبل، وفي الطريق جاي وقع بجذع الشجرة بعيد عن كرود
ولما كرود راح له يجيبه ما قدرش لانه وقع وسط اشواك وكرود ما بقاش قادر يدوس عليها. وطبعا جاي استغل الفرصة وهرب من العيلة المجنونة اللي بهدلته، بس بعد ما لقاهم محتاسين ومش عارفين يتصرفوا ازاي رجع لهم وقال لكرود انه هيساعدهم بشرط انه يرمي جذع الشجرة بعيد وما يحبسوش تاني. وطبعا كرود اضطر يوافق ورمى جذع الشجرة، وجاي ساعتها عمل لهم أحذية يمشوا بيها فوق الأشواك، وكمان عمل لهم عصيان طويلة يعدوا بيها من القطط، ده غير انه عداهم من مكان القرود بسهولة. وكل ده وعيلة كرود مبسوطين وبيسمعوا كلام جاي في كل كلمة. وبالنسبة لكرود كان متغاظ وهيفرقع لانه اخد مكانه عند عيلته، بس كان مضطر يمشي وراه علشان ينقذ عيلته من الموت. ولما وصلوا المكان فيه شقوق واتجاهات كتير، جاي قال لهم ان كل واحد هيعدي من طريق لوحده واللي يوصل الاول يبلغ الباقيين، واداهم صدف علشان يتواصلوا مع بعض. وقتها كرود رفض وقال له ان هو وعيلته لا يمكن يتفرقوا ابدا. وقبل ما يكمل كلامه وصل لهم القط الملون وكلهم خافوا منه ونطوا وسط الشقوق، وبكده كل واحد منهم راح في اتجاه واضطروا يدوروا على نهاية الطريق. وبعد وقت وصلوا كلهم للبحر، بس كرود معرفش يخرج من الشق اللي وقع فيه وفضل ينادي عليهم بالصدفة اللي معاه. وأجا لما سمعته راحت له علشان تساعده، وجاي أخد باقي العيلة لفوق الشجرة علشان يرتاحوا. وبعد ما أجا أنقذت كرود طلعت الشجرة لجاي وشكرته إنه بيساعدهم وهيوصلهم للجبل. وقتها الغابات اللي على الجنب التاني بدأت تولع، وعيلة كرود لما شافوها خافوا، وجاي علشان يطمنهم طلعهم فوق الشجرة ووراهم النجوم وقال لهم إن بكرة أكيد هيكون أحلى. في الوقت ده كرود طلع فوق الشجرة وسمع إب بتقول لعيلتها إنها هتكمل طريقها مع جاي على طول، والعيلة كلها اختارت تروح معاها ما عدا أجا قررت تفضل جنب كرود. ساعتها كرود حس إن بنته مش بتحبه، وعلشان يلفت نظرها تاني يوم حاول يوريها إنه عنده أفكار كتير ممكن تساعدهم في حياتهم، لكن كل فكرة كان بيقدمها لها كانت بتكون أفشل من اللي قبلها. والعيلة كلها راحت ورا جاي وهو اضطر يروح وراهم لحد ما وصلوا للجنب التاني من البحر. وساعتها حصل انفجار وكرود قال لهم يستخبوا جوه الكهف، بس العيلة رفضت تسمع كلامه، وخصوصا إيب اللي قالت له إنها مش هتستخبى تاني وهتروح مع جاي. وكرود أول ما سمع الكلمتين دول قرر ينتقم من جاي وراح وراه وكان هيموته، لكن للحظ وقعوا الاتنين جوه مادة لاصقة ومعرفوش يتحركوا. وبعد ما كرود هدى عرف من جاي إنه عايش لوحده من وقت ما أهله ماتوا وبيلف يدور على الشمس، لأن آخر حاجة قالوها له قبل ما يموتوا لو عايز تعيش يبقى لازم توصل للشمس. وقتها كرود اتعاطف معاه وقال له إنه هيفضل معاه لحد ما يوصلوا للشمس. وبعدها جاي عمل مجسم للقط الملون واستدرج القط وخلاه مسك المجسم وخرجهم من المادة اللاصقة اللي كانوا فيها. وطبعا القط لما عرف إن دي خدعة كان هياكلهم، بس بعد عنهم لأنه شبك في المادة اللاصقة وحدفته بعيد. وقتها وصلوا عيلة كرود ولاحظوا إن الأرض بتنهار، وبسرعة طلعوا يجروا في اتجاه الشمس وفعلا شافوها قدامهم، بس فجأة الأرض اتكسرت وعملت فجوة فيها براكين قدامهم، ومن كتر التراب جاي ما بقاش شايف الشمس وما كانش مستوعب ازاي ده حصل. وقتها عيلة كرود اترعبوا وفكروا يدوروا على كهف يستخبوا فيه، لكن كرود قال لهم انهم مش هيستخبوا تاني وجا الوقت اللي يتحرروا فيه، وقرر يرميهم للجنب التاني. وجاي قال لهم انه اول واحد هيجازف. ساعتها كرود حدفوا للجنب التاني وفرحوا كلهم لما لقوه وصل، وبدأ كرود يحدف عيلته واحد ورا التاني، بس قبل ما يحدف إيب قالت له انها هتستناه وهو وعدها انه هيروح لها. ولما الارض رجعت تتكسر حدفها بسرعة هي كمان، وبعدها الارض اتكسرت اكتر وبقت المسافة بين الجنبين كبيرة. وكرود فضل يجري من التدمير اللي بيحصل لحد ما وصل لكهف، وبعد ما ولع النار لقى القط الملون قدامه وطبعا خاف منه والنار اتطفت. وساعتها اتفاجئ ان القط بيساعده يولع النار وقعد جنبه يتحمى فيه من الضلمة. في الوقت ده كرود سمع صوت الصدف اللي مع عيلته وتوقع انهم في خطر وفضل يدور على حل يوصل لهم بيه. وبعد تفكير عمل قارب من عظم الحيوانات وراح خلى الطيور المفترسة تشوفوه وتروح وراه. وبعد ما ركب القارب هو والقط الطيور شالوا القارب وكرود ولع النار وخلاهم يروحوا في الاتجاه اللي هو عايزه. وفي الطريق الارض كانت بتتدمر وهو انقذ كل الحيوانات اللي لقاها في طريقه. ووقت ما كانوا عيلته زعلانين وفاكرينه مات فجأة كرود وصل لهم وإب قالت له انها بتحبه وما تقدرش تبعد عنه. وبعدها رجعوا العيلة ومعاهم جاي يستكشفوا المكان اللي هم فيه، واتفاجئوا انهم على جزيرة قدامهم البحر والشمس فوقيهم، وقرروا يعيشوا على الجزيرة وما يدخلوش كهوف تاني مهما حصل. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.